السؤال ده بقى أنا شُفته على الستوري الأسبوع اللي فات، بس ما كانش عندي وقت أرُد على الأسئلة، بس دلوقتي لازم أرُد عليه لإنه سؤال مهم جدًا. هو أنا ليه عارفة الصح من الغلط وعارفة كل حاجة المفروض أعملها بس ما باعملهاش؟ لأن البني آدم بيمُر بمراحل مختلفة علشان يعمل أي تغيير في حياته، أي تغيير مش بس أكلِك وصحتِك ووزنِك، أي تغيير في الحياة بيمُر بمراحل. المرحلة الأولانية شخص مش فارقة معاه، وزني زيادة بس أنا مبسوطة كده ومش عايزة أي حاجة، ولو البنطلون اتضيق عليَّ هاجيب المقاس اللي بعده وخلصنا. المرحلة اللي بعد كده إنه ابتدى يفكر في الموضوع، ابتدى يجمّع معلومات، يتفرّج على فيديوهات، يقرا مقالات، يجمّع معلومات وعاوز يعمل ده بس لسه ما عندوش اللي هي دي، اللي أنتِ بتتكلمي عليها. المرحلة التالتة إنه يبتدي ياخد أكشن. عشان أنقل من المرحلة التانية للمرحلة التالتة ده بياخد وقت وبيختلف من شخص للتاني، وساعات ما بيحصلش غير لمّا يبقى في trigger أو حاجة تزُقِّك تاخدي الأكشن. زي مثلًا إن حد فضل في محشور في المرحلة دي لحد ما اكتشف إن بقى عنده السُكّر، أو إن الضغط بقى عالي، أو إن دكتوره قال له لازم تخس لأي سبب من الأسباب عشان صحتك. يبتدي ياخد أكشن. بعد ما بياخد أكشن المراحل ما خلصتش، بعد ما بياخد أكشن بيبقى مطلوب منه إنه يمينتين الأكشن ده أو يفضل محافظ على اللي هو بيعمله أو اللي هو وصل له، وقد يقدر يمينتين وقد يتزحلق. دي المرحلة الأخرانية بقى إن الواحد يتزحلق. الزحلقة دي جزء أصيل جدًا من العملية وطبيعي جدًا، وكل الناس بتتزحلق أو بترجع تنتكس، إحنا بنسميها انتكاسة، بترجع تنتكس تاني وبعدين ترجع تاخد step تاني. في حد ممكن ينتكس 10 خطوات لورا، وفي حد ممكن ينتكس خطوتين ويرجع ياخد خطوة، وهكذا. وبنفضل ماشيين بقى في الدايرة دي، هي دايرة ما لهاش نهاية وما لهاش بداية. لازم نقبل إن هي المراحل دي بتسلِّم بعضها، ما فيش حاجة أبدية، يعني ما فيش حاجة اسمها أنا ملتزمة طول العمر، لازم هييجي لي أيام وهالخبط. ما فيش حاجة اسمها أنا عارفة أنا باعمل إيه طول الوقت، لازم هييجي لنا أيام ونتوه ونتزحلق، ودي طبيعة البني آدمين اللي ربنا خلقنا عليها.